الرز بلبن اللي وشه مكرمش من الحاجات اللي كلنا بنحب نشتريها من بره. هقولك النهارده ازاي تعمليه في البيت ويبقى احلى واجمل وانضف من بتاع بره. وشه مكرمش وكريمي وطعمه تحفه. نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف هنعمل الرز بلبن التحفه ده ازاي. حلة على النار هحط فيها 4 كوبايات مية وهغطيها واسيبها تسخن. وعلى ما المية تسخن هغسل كوباية رز مصري واسيبها في مصفى تتصفى. وأول ما المية تبتدي تسخن هحط عليها معلقتين كبار لبن بودر ونقلبهم. وبعدين نحط عليهم كوباية الرز المغسولة ومتصفية. لو سوينا الرز في اللبن الحليب اللبن هيشيط والرز مش هيستوي كويس. انما فكرة اللبن البودر الرز هيستوي وهياخد طعم اللبن وهيبقى تحفة. هقلب الرز وهغطي عليه واسيبه يغلي ومن حين لاخر هقلبه عشان ما يبقاش كتلة واحدة. واول ما يغلي هقلبه تقلبتين وهوطي النار شمعة علشان الرز يستوي براحته، لان لو عليتي النار المية هتتبخر والرز مش هيستوي كويس. كده تمام، الرز اتشرب المية واستوى. هحط عليه 1.5 لتر من الحليب، اللبن اللي انا جايباه من عند اللبان مش مغلي قبل كده، انا بفضيه من الكيس زي ما انتوا شايفين. وكل ما كان اللبن اللي انت جايباه دسم هيديكي نتيجة كويسة. الرز بلبن هيكون كريمي وطعمه تحفة. هقلبه بقى تقليبة واسيبه يغلي. وعلى ما الرز بلبن يغلي هنعمل خليط النشا. بولة هحط فيها كوباية مية دافية، احط عليها معلقتين كبار لبن بودر و3 معالق كبار هرميين نشا ومعلقتين كبار كريم شانتيه. وهقلب الخليط كويس جدا علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. الرز بلبن خلاص قرب يغلي، في المرحلة دي هحط عليه 1.25 كوباية سكر وهقلب لحد ما السكر يدوب وهسيبه يغلي حوالي 7 دقايق. وبعدين احط عليه خليط النشا. هنزل بالراحة كده على الرز، مش هنحط النشا مرة واحدة علشان ما يعملش تكتلات. هقلب كده زي ما انتوا شايفين، ايد بتحط النشا وايد بتقلب بالمضرب. وفي المرحلة دي هنقلب باستمرار لمدة 10 دقايق لحد ما الرز قوامه يتقل والنشا يستوي. وطبعا هنكون مهدين النار عشان الرز ما يتحرقش ولا يشيط من تحت. واخر حاجة هحطها عليه كيس فانيليا. كده تمام، ده كده قوام الرز بلبن. وانتي بتقلبيه هتحسيه خفيف، لكن لما هنغرفه في الاطباق ويبرد هيتقل. هنرفعه من على النار ونحطه في الاطباق. واهم حاجه وانتي بتغرفي الرز ابو لبن في كل مره بالمعلقه او بالكبشه اللي انتي بتغرفي بيها هتقلبي كده في كل مره عشان الرز يتوزع في الحله كلها. شايفين الحله ما شاء الله ما فيهاش اي رز لازق ولا شايط، يعني الرز بتاعنا ما شاء الله ناجح جدا. وهسيبه على الرخامة يبرد خالص حوالي 3 أو 4 ساعات. هنسيبه يا جماعة يبرد خالص، مش هيكون حتى دافي عشان لما نغطيه ونحطه في التلاجة الغطيان بتاعته ما تعرقش. هنغطيه ونسيبه في التلاجة لتاني يوم. لو جيتي بصيتي عليه بعد 3 أو 4 ساعات هتلاقي الوش بتاعه بقى مكرمش عادي جدا وتحفة. بس احنا بنسيبه لتاني يوم علشان قوام الرز بلبن يتقل من غير ما نزود نشا. ودي كانت النتيجة تاني يوم، وش مكرمش وكريمي وطعمه تحفة. ان شاء الله تعملوه وينجح معاكم من اول مرة. يلا بقى جربوه، مستنية رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش بقى لو استفدتوا من فيديو النهاردة تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو اول مرة تشوفوا قناتي ومش مشتركين تشتركوا وتفعلوا الجرس الصغير علشان يوصل لكم اشعار بكل وصفاتي الجديدة. دمتم في رعاية الله، سلام عليكم.